هي الدنيا شبيها الدنيا، هي الدنيا شبيها الدنيا، هي الدنيا شبيها الدنيا، هي الدنيا شبيها الدنيا. ليش تغيرت بيها الناس، ليش تغيرت بيها الناس، ليش تغيرت بيها الناس، ليش تغيرت بيها الناس. فيها اللي يسأل عن اخوانه وكلمات الطيب على لسانه، فيها اللي يسأل عن اخوانه كلمات الطيب على لسانه، ويفرح ويساعد جيرانه ويخليهم فوق الراس فوق الراس. بيها الدمعة وبيها الفرحة، بيها بإحساس يداوينا، بيها الدمعة وبيها الفرحة، بيها بإحساس يداوينا. بس نتعمد احنا الجرحى، بس نتعمد احنا الجرحى، والليل ما راد يطول لابد لازم يطلع صبحه، والليل ما راد يطول لابد لازم يطلع صبحه. هي الدنيا شبيها الدنيا، هي الدنيا شبيها الدنيا. ليش تغيرت بيها الناس، ليش تغيرت بيها الناس. هي الدنيا صبح وليل، انا وانت والناس وناسك. هي الدنيا صبح وليل، انا وانت وناس وناسك. نتوادع من يمشي الليل، نتوادع من يمشي الليل، ونرجع ونسولف عن لمه وما نقبل جيراني شيء. نرجع ونسولف عن لمه وما نقبل جيراني شيء. هي الدنيا شبيها الدنيا، هي الدنيا شبيها الدنيا. ليش تغيرت بيها الناس، ليش تغيرت بيها الناس. اوه، معقولة امي وابويا بعدهم بهاي العقلية؟
والعلاقات الاجتماعية البالية، ولو حقهم ما يدرون. هسه عالم البزنس، عالم الفلوس، لا وجود للمشاعر ولا احاسيس، القلب لا يعمل، لقد توقفت نبضاته. العقل، نعم العقل، نستخدم العقل لإنجاح جميع العلاقات الاجتماعية والتجارية، وندعم ونؤيد عشاء العمل. نعم، عشاء العمل لبناء مستقبل زاهر وحياة كريمة. يعني وإذا أخذت له وحدة عمرها 40 سنة يا هسه ما تقول لي قابل انقلبت الدنيا خاما انقلبت. لا ابو حسون، الدنيا ما راح تنقلب، راح تنفتح لك الدنيا من اوسع ابوابها. ام ال40 راتب وفلوس ومال واحوال. يعني يا ابو حسون انت والمخده نفس النومه. يا ابو مريم يا جيراننا، ابو مريم مات، الرجال صار نفط. يعني اذا ما عرست ايقابي يا ابو مريم راح يرجع للحياه. بعدين ذولا الكاتلين نفسهم على الحب. لك بابا يا حب يا مشاعر اهم شي الفلوس. الحب عادة قديمة كتقاليد أم وأبي. أهم شيء في الحياة هو المال. أم ال40 راح تجيب المال. خلنا نشنيش أشتم ريحة بامية، يمكن أم اليوم سوية بامية. هاي يوم اجت ام خلق النقها ومخمخ الموضوع، نضرب البامي انا وياها وتقنع الحجي. اجت امي، ابو حسون استعد للمعركة الكبرى. شلون الزحام؟ قلبي لو فرح انتي فرحتي، امي يا حبيبه ترد الروح لو يمي قعدتي، يا لريحتك طيبه. ايه وهاي ريحة البانية الشايطة عايفها وقعدني هنا تتغزل بيه. يوم ايش عندي غيرك؟ انت عملي بالحياة. وخير قلت لك دير بالك عليها، هسه اجي اروح واجي. مصدوثة بالشغل وتطلعين حركتك بيه. يوم انا ابنك الوحيد، انت لازم كل توجهاتك تصبيها باتجاهي، لازم تسعين النجاح حياتي. حياة شبيك يمه؟ اريد تحكي لي شو تريد؟ يمه اريد اتزوج، اريد اتزوج. عزب عيني تتزوج؟ ليش شلون تتزوج؟ اول واحد تتزوج قابل عمي الحال ما انت ابو مريم لسه ما طالع. يا ابو مريم يمه رحمة والديك يا ابو مريم، الرجال صار نفوق. حال شو امي هذا؟ شو اقول له انا؟ ايش احكي وياه؟ دا اقول لك الحال ما تبع عيب ماما عيب. ايش تحكي انت؟ يوم اجيك من الاخير، انا اتزوج يعني اتزوج. البنيه مطيها حكايه وابوها على فراش الموت، يعني اذا ما تزوجت وضعية تصير وضعية ابو مريم. ما تستحي تاخذ لك وحده بقد امك؟ هاد شلون بي؟ يوم هدوء وحدك يمه، هاي عندها راتب، عندها فلوس يمه، الوضع يصير عالي العال، يعني العمر كله لا يمه متختخ، لا شغل ولا عمل. رحمة الوالدة شوفيها من سالفة ابو مريم. ابو مريم يحط بجيب فلوس، الرجال راح الدار حقه. قلت ليش تطلعني من الطاري؟ ما تقول لي ليش تطلعني من الطاري؟ ماما البنية كبيرة ما توانك يمه. يمه وذا كبيرة، دا اقول لك عندها راتب، عندها فلوس،
العمر مجرد رقم. شلون بيه؟ شلون تتزوج؟ بس قول لي، البنيه ترى اكبر من عندك يمه. شنو هالجيل هذا انت؟ شنو هالجيل؟ تركضون ورا الفلوس. يوم فدوة اروح لك، راح يجي الحجي قنعيه بحكايتين منك، حياتي تنقلب. يمه انت ليش تطلعني من الطاري؟ بس قول لي. دقت الباب اجى ابوك ولا تفتح الموضوع قدامي. ترى والله اذا درى يتخربط وهو مريض. لا تقول لي يمه، لا تقول لي. ومريض يحب الاب مريم والسنه بعدها ما طلعت، والله عيب من الجيران. شو اقول لهم؟ قوم افتح الباب. يوم اكيد هذا ابوي. فدوة اروح لك، رتب الموضوع وتوكل على الله وقوم افتح الباب وحكايتين من عندك حلوات. الوالد راح يتغير رايي وحياتي بايدك حاليا يا الحبيبه يا يمه. امري يلا اقوم افتح الباب، بس تنقل له بالموضوع. دير بالك شلون جيل ما عنده غيره. صح ما عنده غيره بس يحب الفلوس. يا الله يا الله. مريم الله يساعدك. الله يساعدك. ها شنو صوتكم واصل لراس الشارع؟ يمو الرجال ما صار له 8 شهور من ميت وانتم بس صياح وعياط. يدخل تطلع السنه ما تعاد، مو عيب؟ هسه اقول لك ها شنو العلالي قبل ما احكي وياك. هام علي هم نسيتي؟ ايه هذلنا علاقتين تاخذيني لبيت ابو مريم لين أيه. كانت كفليت بمعيشتهم وذولا خطيه. الله يعطيك الصحة والعافية. مرته خطيه الله يعطيك مريضه الصحة والعافية. وجهالها بعدهم صغار. بس ابو علي انت منين لك؟ ايش ما اريد اسمع هذا الكلام بعد. الله مفضل علي والله رازقني وزاد رزقي من ذكرت هذول الناس. لا تصير عينك ضيقه ام علي. ذولا جار والله وصى 7 جار وذولا اول جار ذول يعني حايط على حايط وياي. ان شاء الله ان شاء الله. بس ابو علي انا شايله همك. بعد لا يدري بالمصيبه. شو تمتمتين وين نفسك؟ ابنك ايش بيه ابني؟ يريد يتزوج. هذا لا يا شو اقول له هذا والله راح يخبطني. هذا ابني يريد يتزوج. عمي الرجال ما صار له 8 اشهر من ميت، شو يتزوج؟ شو اقول للناس؟ شو اقول للعالم؟ والله هذا الشيء ما يصير اذا ما يطلع الحول مال ابو مريم. فهمين ابنك؟ فهمته مو فهمته شفيه وحكيت وياه. ايه ما يفيد ولا يقتنع. يقتنع غصبا ما عليه. شنو ما يقتنع؟ ما يقتنع. انا اقنعه. الله ويده. يلا اقنعه. شنو العادي؟ تعال طب على كيفك وياه. يلا يلا صدوق كذيب نايم الشفيه. يابا شنو يابا؟ شنو سمعت هذا انا منك؟ شنو الزواج؟ شنو الحكي هذا؟ بابا الرجال صار له 8 اشهر من ميت، دخل تطلع السنه ما لعاد. يابا شلون ما تزوج؟ اي ما تتزوج. شلون تزوج؟ ليش تتزوج عود هسه؟ لا ليش هسه ايش بقع بحياتي وانا؟ شنو بقى حياتك؟ بعدك ما شاء الله شاب بعدك والخير والمستقبل قدامك. يابا شنو المانع من الزواج هسه؟ بس اريد ابكي. ابني هذا جار والجار مثل الاهل، خلي يطلع الحول مال ابو مريم وافكر ذيك الساعه. يابا إيه؟ ابو مريم الرجال مات وراح. اسكت. انت من كان صغير ما ضربته، هسه تضربه. ليش؟ مو هي هاي اللي عرفناها احنا من هم صغار الى ان كبروا، خطيه ولا ضربه وهاي نتيجتها تمطدوا علينا. اسمع اذا اقول لك باعي يمه وانت يا ابوي اسمع. انا هاي المرأة اخذها ومنطيها حكايه وهاي عقليتكم الاجتماعيه الباليه خلت تفيدكم. تمام لو مو تمام راح اخذ جماعتي وراح اروح وياهم، اروح امشي على المرأة واخذها. ترضون ما ترضون خلي ابو مريم يفيدكم. مو كذي هذا الحكي دا سمعه اني. لا ذولا شنو ذولا من مله
شنو من الشباب والله راح يخبلونه. وين احنا كنا قبل، هسه وين هسه صار الامر والنهي كله بايديهم والله مع الاسف. هاي تاليتها رباتنا وتعبنا وشقانا، هيك يوصل بينا الحال. هو هذا الجيل مال انترنت. خير ابو علي خير. ما يجيبي لي قلاص مي، حتى حبوبنا ودوانا نشيله بجيوبنا من ورا الجيل هذا. اعطيني قلاص مي. على كيفك ويا نفسك يا ابو علي، على كيفك على كيفك، ما حد يفيدك. بالعافيه والله موتونا يا عافيه، بقت عافيه من وراهم ذولا، بقت عافيه. فهمي لابنك كافي، تعبت. وبعدين تعال اقول لك، هذا التلفزيون من فاتح شايل الوصله مالته. انا مو قلت لكم ما حد يفتح التلفزيون لما تطلع السنه مال الرجال. وش يا مره هذا جار، هذا مثل اخوي. انت ليش تسوون بي هالشكل؟ ليش؟ والله تعبتوني موتوني. هواني علي يا ابو علي، مو اني انا اشوف تلفزيون، اشوف شيء. هاي رجلك دوخنا مره تلفزيون ومره يجي يتزوجوا، الله اعلم بعد شكو. يعني شلون اشيله التلفزيون؟ اشيله اضمه بالكرتونه مالته، ما اضمه بالكرتونه مالته. اقول لك اني يما شبيك اخترعتي؟ شلون ما اخترع يا شنو؟ هذه خطيه جارنا هذا ابن مريم. هذا باكر عقبه يجي العيد ويباوع على الشارع، ويباوع علي. وجبت له هاي الهديه حتى تودي لي اياها تفرحي بها. خطيه هذا. طيب الله يوفقك يا ابو علي على هالقلب الطيب. صدق لو قال حق الجار على الجار. شو بيها الدنيا؟ ما بيها والله، ما تسوى الدنيا، بس جيب الناس تفتهم. ايوه يعني صدق منو؟ جيبي التليفون. لا التليفون. الو. اي عيني، انا ابو علي. شلون؟ بالمركز مال الشرطه؟ عليش؟ ياخذ مخدرات؟